فين بقى؟ بجدد التحيه لحضراتكم مره ثانيه مع بدايه احداث المباراه الثانيه ما بين اصحاب الارض والجمهور، فريق مستند بالزي الابيض، ما بين العملاق المحلاوي ومحمد فرناوه بالزي الاصفر النهارده. يا ترى مين اللي هيكون له الحظ والنصيب ويلاعب فريق السواري البحري في نهائي ديربي المركزين؟ احمد ابو شنب طويله وعاليه، حكم اللقاء اصابه ولا شد ولا ايه؟ بدري بيمسك رجليه. المفروض ما يلعبش كوره. ابو نوره بيمسك رجليه، احنا لسه بدري، شد ولا ايه؟ ما سخنش كويس، عمليات الاحماء ولا اصابه؟ لسه بدري. ومحمد رمضان والروح الرياضيه ما بين لعيبه الفريقين. كابتن زكريا رمضان واقف على الخط بيتكلم مع لعيبته، لسه بدري، لكن حازم ترك حكم اللقاء بيهدي اللعيبه، لسه وراه في البدايه. سلامة اللاعبين مهمة للجميع. الدولي المونديالي الحكم قدام الاتحاد المصري الكابتن حازم ترك، ودائما وابدا التحكيم هي مهنة البحث عن المتاعب، مهنة الابتدال المستمر زيها زي المدرب. هل يا ترى هنجيب مدرب مصري ولا عقدة الخواجة مستمرة؟ عايزين مدرب شخصية، عايزين مدرب بيكشف للعيبة، ونجيب المصري يحقق نجاحات ونقول له مع السلامة، ونجيب الخواجة ونلاقي بقى الدين والابطال والحاجات والمحتاجات. ولكن دائما وابدا كل اللي بيحصل جزء لا يتجزا من المتعه الساخنه المستديره. واحده والثانيه محمد رمضان يرجع لمحمد زكي، بدايه هجمه من خلف للامام من زكي لرمضان، حلو الفلت والتمويهه، بيعدي بعرض الملعب. واحده والثانيه يا ولد يا لعيب عند ميدو، واحده والثانيه بيعدي والباصه استلم، فكر في حلو والتصويبه عماد عفيفي السده، اوعى القادمون الخلف يا ولد يا لعيب، حلو الفلت والتمويهه، والجمهور موجود مبسوط سعيد فرحان بالاداء اللي موجود من البدايه. حكم اللقاء بيصفر وبيشاور، ضربه ركنيه اولى للعملاق المحلاوي فريق محل فرناوه بالزي الاصفر النهارده. عماد عفيفي على التنفيذ، اصابه مره ثانيه لابو نوره، الشد مش قادر يقف على رجليه، خلاص بقى الاصابه علشان يعني ما يحملش على نفسه، واللاعب مصاب وعنده شد، بيفكرنا طبعا اوتوماتيك هتروح لسيد زيزو ومباراه انبي، واللاعب هو مصاب والحكم والدكتور واللاعب والمدرب والقصه. الحكم يكون موجود ولكن اللاعب محترف ما سخنتش كويس، عندك اجهاد، المفروض ما تنزلش، بدل ما تجيب اسبوع هتغيب اثنين، فالدنيا ما فيهاش متظبطه. ثقافه النوم بتفرق، ثقافه المدرب، ثقافه الطبيب. خلي بالك النهارده كره القدم صناعه، كره القدم النهارده اعلى واغلى تجاره موجوده في العالم. نتفرج على نسبه المشاهده النهارده في حفله البالون دور، مين؟ لان الصناعه نفسها بقت غاليه بنسبه المشاهده. اما الكوره تبقى هناك بتلبس الاعلانات، البرامج التلفزيونيه، كل القصه النهارده بقت بتدخل دخل عالي جدا، وكل شيء يتناسب طردي وعكسي مع الاحداث اللي بتحصل. لكن في النهايه كره القدم هي سلعه غاليه جدا. ابو شنب العرضيه لمحمود العربي في مطعم الكعب يا ولد يا لعيب، واحده والثانيه ابو شنب استلم، لكن الضغط يا ولد الاخطاء، المرتده السريعه، واحده والثانيه عدى والبصر هنا سلامه يا ولد يا لعيب، رضا سلامه بيقول وبيسجل الاول للعملاق المحلاوي يا حماقشة. رضا سلامه بيسجل الاول لفريق محمد فرناوه بحضور العميد محمد صلاح ابو احمد، وهو مبسوط وسعيد فرحان بكل تاكيد بالهدف الاول، ويقرب من المباراه النهائيه من مواجهه العملاق فريق السواري البحري في المباراه اللي هتكون لها حسابات خاصه. واحده والثانيه الباصه اللمسه الواحده بره الملعب، رامي التماس اليمين لصالح العملاق المحلاوي. يا حماقشة. عندك حاج من هنداوي عماد عفيفي المتحرك النشيط. خلي بالك عماد عفيفي اللعيبه اللي بتحب تستمتع عليها، وهو الكوره بين قدامه داخل ارضيه الملعب. كل الشكر والتقدير للمهندس اسماعيل الجنيدي الراعي
المادي والمعنوي لهذا العنصر الرياضي القوي الكبير مركز الشباب الجنيبي مرشح نادي استاد 2025 دائره الدوري القوي والشرطير رئيس مجلس اداره مجموعه الجنيبي للتنميه اللي بيدرس منها بقى شركه الاساس للتنميه الزراعيه وشركه دجله لحفر الابار والمنبات الاعماق والطاقه الشمسيه المقيم في منشيه حماده مركز شرطير رجل المواقف النبيله كما سموه ورجل الخدمات الاول كما لقبوه كل الدعم والمسانده ان شاء الله يكون في البرلمان وان شاء الله يكون النائب بتاعنا وصوتنا وزي ما الكابتن احمد مليلي نطلب منه خدمات كمان وكمان كل الدعم والمسانده في القادم ان شاء الله طويله وعاليه لكن توصل سعد الدسوقي يدي الهجمه لوليد القليلي الزملكاوي ابو قلب ابيض لعمر ابو شنب بيعدي من الاثنين يا ولد يا لعيب محمد رمضان بيحضن على كورته محمد رمضان يلعب لهنداوي هنداوي استلم رضا سلامه رضا يا رضا اتدلع يا رضا لكن القليلي موجود وليد القليلي بيحط جسمه بره الملعب رامي التماس الدعم السريعه عبد الحميد والباصه لكن يا سلام يا قليل هنداوي متحرك نشيط خفيف رشيق ستايل لاعب كره قدم هنداوي يرجع لمحمد رمضان من رمضان لهنداوي بيتحرك بطوله بعرض الملعب هنداوي بيضرب ويدور على الدعم والمسانده لرضا سلامه اللمسه الواحده خير الكلام ما قل ودل واحده والثانيه دابه واحبابه بكادراته بحركاته يا ولد يا لعيب هنداوي بشماله بتلمس القائم الايسر لسعد الدسوقي وهي خارجه بره الملعب رامي التماس ابو شنب العرضيه قويه بره الملعب معديه رامي التماس من الجانب الاخر ميدو على التنفيذ يرجع لمحمد زكي استلم استلام والتسلم عماد عفيفي المايسترو وسط الملعب للعملاق المحلاوي فريق محل شرنوه الفريق اللي له صولات وجولات كثيره وعديده واحد من اعرف مراكز الشباب في مركز الوحيد فريق محل شرنوه نتمنى بقى في الفتره اللي جايه يرجع ويقول مره ثانيه ويظهر للاضواء زي العهد السابق لان في اصابات في فريق الشباب واللعيبه ما عادتش زي الاول فريق محل شرنوه يعني لو نرجع سنتين بس لورا كان بعبع لكل الفرق اللي مشاركه زي الباروتش والرفيق والحماده الرحمنيه اي مكان فريق محل شرنوه يعني كان يعمل له 1000 حساب النهارده لعنه الاصابات بتبقى صعبه والكابتن محمد صلاح احمد هيجيب لعيبه منين وهيعمل ايه ولا ايه؟ حازم تركي بيقول ضربه حره مباشره على حدود مربع العمليات من مكان ممكن يكون هو اللي بيحمل كل الخطوره ممكن يكون معاه كلمه السر بيقول اللعبه على الصفاره ارجع المسافه القانونيه بيسيبها لعاطف الشحات على التنفيذ بالقدم اليسرى اشول وقفته بتقول هيعمل ايه عاطف والعرضيه يا سلام يا هنداوي ترجع للعربي محمود العربي واحده والثانيه للدسوقي سعد الدسوقي الفلت والتمويه لمحمود العربي للقليلي وعفيفي يا ولد يا لعيب بيحط جسمه بخبره السنين ياخد منها التماس تتلعب مقطوعه يرجع تاني لعماد اللمه على الواقف يحط جسمه يرجع تاني لزكي اللمسه الواحده الهنداوي لكن يا سلام يا قليلي بيزن عليه كده بلغه الكوره مش مديله مساحه ولا ارتياحيه وهو بيلعب الكوره خلي بالك بيسموها بقى في عرف الساحره المستديره اللاعب ده يعني بيلعب وسط ملعب جامد رخم بلغه الكوره بيفسد هجمات المنافس وكل مدير فني بيدور على نوعيه اللاعب اللي تنفذ له الخطه اللي هو عايزها لو اتكلمنا بقى على المدربين لازم تقول بيب جوارديولا احد فلاسفه كره القدم في العالم اللي لازم لما تجيب سيره المدربين تتكلم على جوارديولا واحد يا ولد يا لعيب رضا يا رضا اتدلع يا رضا هدف اول وهدف ثاني وسعد الدسوقي يعاني من اهدافك يا رضا يا سلامه اهياني منك اهياني سجل هدف اول وسجل هدف ثاني ورضا سلامه اهدافه من عالم ثاني بالبدايه الشهيد اللي كانوا بيغنوا الاهلاويه والزملكاويه رضا عبد العال ورضا يا رضا اتدلع يا رضا النهارده رضا سلامه بيسجل هدفين للعملاق المحلاوي في مربع العملاق المسلماني وشكل المباراه النهائيه عليه مشهد نادي محمود العربي يا ولد يا زكي حلوه التصويبه احلى منها التصدي دقيقه واحده وقت بدل ضايع للشوط الاول المثير الممتع اللي ماشي على غرار المباراه الاولى انتهى فيها الشوط الاول 2-0 حتى الان المباراه الثانيه الشوط الاول 2-0 للعملاق المحلاوي دقيقه واحده بدل من ضائع من
احداث الشوط الاول. هنداوي على التنفيذ بيقول لمحمد رمضان اتحرك وافتح ملعب. حكم اللقاء فاول اوت، ضيع الوقت، بيغير الاوت. عاطف الشحات هيلعب بسرعه لابو شنب، لعاطف اقوى من اللازم، رمي التماس للعملاق المحلاوي من جنب الشمال. هنداوي طويله وعاليه، يا ولد يا لعيب. ميدو استلم عبد الحميد، بيمشي بعرض الملعب لمحمد رمضان. محمد رمضان بيدور على مين؟ بيفكر في ايه؟ يعمل عفيفي، يا ولد يا لعيب. حلو الفنت والتوقيع والباصه، يا سلام يا سعد. سعد يحيى سعد، خلي بالك. بجدد التحيه لحضراتكم مره ثانيه مع بدايه الشوط الثاني من المباراه الثانيه ديربي المركزين، مركز حي البارود وشبرخيط. المباراه الاولى انتهت بفوز السواد البحري بثلاثيه على فريق شهيد، اللي بيضرب موعد بقى في المباراه النهائيه في انتظار على الارض هيكون بطل شبرخيط في المباراه الاولى العملاق المحلاوي فريق محل الفرناوه اللي متقدم بهدفين حتى الان. محمود العربي واحده والثانيه في الجنب الشمال. حلوه التصويبه يا ولد يا لعيب. محمد زكي بيصب بالقدم اليسرى بره الملعب، ضربه ركنيه للعملاق المستنادي اللي نازل الشوط الثاني شكل ثاني وطعم ثاني. الركنيه والعرضيه مش معديه، تخبط وتغير اتجاهها بره الملعب. ضربه ركنيه بصفيره الدوري المونديالي. حازم ترك ضربه ركنيه من الجنب الشمالي لفريق مستناد صاحب الارض والجمهور. الباصه هنداوي، القطعه واحده والثانيه، يرجع ثاني عند العشري، طويله وعاليه. القليني لف ودار لكن بره الاشاره بتكون ضربه حره مباشره. احمد رمزي النبيل المشير بقى اللي لسه نازل مع الشوط الثاني، ومحمد هزيمه. محمد صلاح ابو احمد بيعمل تغييراته بدري بينشط، باصص للمباراه النهائيه وبيريح نجومه علشان المباراه النهائيه هيبقى لها حساباتنا الخاصه. كاس ديربي المركزين، مين رايح الكاس؟ مين اللي هيكون موجود على منصه التتويج؟ مين اللي هياخد كاس؟ عقبه هيزود بطولاته ويصعد حتى مطلع الفجر على سفريه كوكب الشرق هذه ليلتنا. استمع الى سفريه غدا الارقام مره ثانيه. حظ سعيد مره ثانيه. اتكسرت السماعه ليه؟ ايوه كسرها والله. خليني ما تقدروش ولا جنيه والله ما يشيلها وتحاسبه والله ما تلكش دعوه بيه. يلا وليد النص يلا بينا عايزين نوسعوه معايا يا الله ولا حد بيجيب مستند ايه؟ ما انا عارف ده مستند جامد. حاسس انها دوري ابطال اوروبا. طول عمرهم بيخسروا، طول عمرهم بيخسروا. واحدة والثانية في الجنب الشمال. أحمد رمزي يا ولد يا لعيب في القائم الأيسر لحارس المرمى سعد الدسوقي. والله العملاق المحلاوي نازل
الشناوي عايز يسجل ثلاثيه زي السواري البحري في المباراه الافتتاحيه اللي لا، والامكانيات مساعده والاختيارات القماشه بلغه كره القدم عريضه وتساعد على التشكيل اللي عميد لعيب البحيره محمد صلاح ابو احمد مع اللعيبه، وبيختار وبيشكل وبيغير حسب مجريات المباراه، ولكن في النهايه هو يهمه الفوز ويلعب المباراه النهائيه على كاس ديربي المركزين لتاي قارون وشرفين. طبعا اليوم الرياضي برعايه ماديه ومعنويه للمهندس اسماعيل الغنيمي مرشح مجلس النواب 2025 للدائره الثامنه لتاي قارون وشرفين. كل الدعم كل المسانده لرابط المواقف النبيله دائما وابدا ان شاء الله في البرلمان، ان شاء الله الكل معاك، وزي ما بيقولوا حلاوتك في جوايزك والكل عايزك والكل رايدك، وحبهم حبوه دعمهم هيدعموه، وده اللي احنا مستنيينه وكلنا عليه شايفينه وشاهدينه والصوره وشفنا الدعم في كل مكان، كل الدعم كل المسانده كل الشكر والتقدير لشخصكم الموقر المهندس عماد الغنيمي على الدعم المستمر في شتى المجالات لكل كره مركزي ايتاي البارود وشبرخيت بصفه خاصه. وفقكم الله وسدد خطاكم في كل المجالات الركنيه والتصويبه من عماد عفيفي بره الملعب، ضربه مرمى لفريق مستناد الابيض متاخر بهدفين حتى الان. يا ترى يا هل ترى هدف من العملاق المستنادي يغير شكل ورتم المباراه، يخلي المباراه رايحه في شكل تاني وفي جو تاني ونستمتع بقى باقي الاحداث، ولكن العملاق المحلاوي بلغه الكوره ممشي المباراه زي ما هو عايز، خرج تجاوز الخط بكامل استدارتها بره الملعب رمي التماس اتلعبت سريعه الكنترول والسيطره، لكن الارتداد من حزيمه محمد حزيمه بيعمل البلوك الدفاعي. يا ولد يا لعيب احمد رمزي السندر رمضان لعفيفي، عفيفي استلم واحده والثانيه لمحمد رمضان، الساقيه دارت وسلم واستلم من قدم لقدم. محمد رمضان يرجع لرمزي على دايره وسط الملعب، احمد رمزي البصر رمضان بيفكر في ايه؟ يرجع مره ثانيه لرمزي، بيلاقوا بعض كويس، بيسلم من قدم لقدم والساقيه دارت السنده من عفيفي، لكن حكم اللقاء بيمشيها ويقول له خلي بالك انا بسجل لك الاخطاء واحده والثانيه، لكن عفيفي بيرجع بيلاقي هجمه من خلف الامان، بيفتح مساحه بيجري براسه بسرعه هنداوي اللمسه الواحده لحزيمه بالكعب مقطوعه، لكن التاكلينج من هنداوي المرتده السريعه ابو شنب 1 على 2 البصر العربي لابو شنب يا ولد يا لعيب، لكن محمد حزيمه يرجع يقوم بالواجب الدفاعي، حزيمه واحده والثانيه في وسط الملعب لاحمد رمزي لعفيفي لرمزي يرجع يا ولد يا لعيب، لكن القليني الزملكاوي ابو قلب ابيض بخطين حمر يرجع يقوم بالواجب الدفاعي يقطع الكوره، مش هيستناك يا ابو شنب، لكن العربي بوجه قدم قويه اقوى من نازل بره الملعب، ضربه مرمى سريعه المباراه في رتمها منذ البدايه حتى الان. الحكم بيبص في ساعته، وصلنا تقريبا كده يعني تجاوزنا نص الشوط الثاني، النتيجه 2 العملاق المحلاوي لشيء فريق مستناد. هل يا ترى تكون ثنائيه نظيفه ولا فريق مستناد يكون له راي اخر؟ خلينا مع احداث المباراه واحده والثانيه من عفيفي لرمضان طويله وعاليه اقوى من لازم بره الملعب، ضربه تماس من الجانب الشمال اتلعبت سريعه للقليني واحده والثانيه الاستلام والتسلل. خلي بالك فريق مستناد لو سجل هدف تتفرج بقى على قمه المتعه وقمه الاثاره، لان الهدف فرق واحد بتبقى الدنيا سهله شويتين ثلاثه. محمد زكي في الجنب اليمين ثلاثيه نظيفه حتى الان بيصلحوا لنا في الاعداد. خلي بالك كنا مركزين في العطل اللي حصل، 3 في المباراه الاولى 3 في المباراه الثانيه، 3 هنا و3 هناك. يا ترى يا هل ترى المباراه رايحه بينا لفين؟ ومين اللي هيكون البطل في النهائي بقى؟ صاحب الثلاثيه الاولى ولا صاحب الثلاثيه في المباراه الثانيه؟ خلي بالك النهائي هيكون له بقى ايه؟ يعني مباريات الكبار الشطار هم دول اصحاب المهارات اللي هيكون عينه على الكاس راجعه في اتجاهها لزكريا رمضان، واقف يعني بيشد من اذن اللعيبه وعايز هدف حفظ ماء الوجه، قرب العمليه. وخلي بالك السحاره المستمره عودتنا ان مفيش مستحيل طول ما المباراه لسه ما انتهتش. العربي والله حلوه التصويبه، لكن محمد زكي موجود. يا سلام يا عفيفي، تغيير في الملعب بالجنب اليمين بالجنب الشمال، تاني ابو شنب استلم احمد ابو شنب يا ولد يا لعيب العرضيه معديه الكل، لكن زكي يا ولد يا لعيب بيفرد جسمه على الارض يمسك كورته يبدا المرتده من الجنب اليمين
احمد رمزي 3 على 2. يا ولد يا لعيب بيعدي بالمهاره ويباصي بالشطاره. يا سلام يا سعد يحيى سعد على مرتين يتصدى لكوره عماد عفيفي. سعد دسوقي حارس متمكن من رغم يصيب مرماه ب3 اهداف، لكن حتى الان يعني 3-0 رساله بكساره. لصالح شندي. المباراه النهائيه مخبيانا ايه؟ محمد زكي رمزي يرجع لزكي بره الكوره وتدعي المنافس والخصم داخل ارضيه الملعب، بتاخد ثقه بتوصل له يعني خلاص ان المباراه بلغه الكوره خلصت. بيضيع الوقت، الاستهلاك بتاثر على نفسيه اللاعب المنافس. يرجع تاني ملعب عفيفي بيرجع وبيتمشى بالكوره ومعاه ارتياحيه ومعاه زياده عدديه وطوله خط الملعب ومحمد حزيمه ومعاها ومعاكم صافره